اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة عن المعاهد والكليات اللي بتقبل من 50%. في معاهد بتقبل من 50% الشهادة بتاعتها، زي كلية التجارة وزي كلية السياحة والفنادق وزي كليات التربية، وفي معاهد كويسة جدا للتكنولوجيا والصحة التطبيقية. هنتكلم النهاردة بالتفصيل وأقول لكم أسماء المعاهد وبتقبل من مجموع كام بالظبط. بس طبعا نورونا بالاشتراك في القناة، وأحب أقول كلمتين تحفيز لكل الناس اللي بتسمعني وخصوصا الطلاب. ادام انت عملت اللي عليك وذاكرت واعتمدت على الله وتوكلت على الله، بس انت ذاكرت الاول. يعني مش انا مثلا طول السنه ما بذاكرش اقول مش معنى انا جبت 50 او مش معنى الدرجه ديت او انا مش عارف ادخل ايه. لا، انا بتكلم الناس اللي توكلت على الله واللي اجتهدت واللي ذاكرت واللي نجحت ونجحتي والحمد لله عملت اللي عليكي وجبتي خلاص مجموع 50%. ده قدرك ونصيبك الحمد لله. مش معنى كده اخر الدنيا ولا اخر المطاف. لا، انت هتقدمي في كليه، هتقدمي في معهد، هتكملي تعليمك، ما توقفيش التعليم سواء بنت او ولد، عشان في ناس كتير قوي بتوقف البنات في المرحله التعليميه الثانويه. لا، كملي تعليمك. التعليم حتى لو انت مش هتشتغلي فيه بيه هينفعك بعد كده، هينفعك في تربيه اولادك، هينفعك وانت قاعده في البيت، هيفتح لك الدنيا من حواليكي. فكملوا تعليمكم يا جماعه حتى لو مش هتشتغلوا بيه. يعني في ناس كتير معاها شهادات عليا بس بتشتغل حاجات تانية. الشغل حاجة والتعليم حاجة تانية. التعليم بينور المخ، التعليم بيطلعك على الثقافة والمعلومات والدنيا اللي حواليكي. ملهوش علاقة، ما تحطوش علاقة بالشغل. الشغل دوت حاجة تانية، ممكن تتعلمي حاجة وتشتغلي حاجة تانية لأن دلوقتي الحياة اتطورت، بقى في المجالات مفتوحة قدامك، ممكن تشتغلي حاجات كتيرة. ممكن تشتغلي وانت قاعدة في بيتك في مجال طبعا السوشيال ميديا والفيسبوك واليوتيوب، تشتغلي في مجال التكنولوجيا لو انت ست بيت. ولو انت راجل ممكن تشتغل مهنتين او اكتر، عشان طبعا الماديات دلوقتي بقت تكلفتها عالية جدا. فالاول توكلوا على الله، اتعلموا، ذاكروا، اعملوا اللي وراكوا وسيبوا النتيجة ديت بتاعت ربنا. يعني ربنا كاتبهولك بعد ما انت توكلتي وسعيتي واخدتي بالاسباب. اللي ربنا كاتبهولك هتلاقيه في الاخر. فدول كلمتين احبهم بس اقولهم، ان انتوا ما تزعلوش، ما تتضايقوش من اي حاجة. ادام الانسان سعى ربنا هيديله نتيجة سعيه ان شاء الله، وهيوفقه وهيرضيه. واللي عند ربنا احسن بكتير. يعني ممكن تكوني تدخلي كلية انت مش حباها او انت مش عايزاها، ويكون لكي نصيب احسن من كلية تانية خدت من 90%. فتوكلوا على الله وارضوا بما قسمه الله لكم، ان شاء الله تكونوا كلكم كده اغنى الناس. معلش بقى طولت عليكم. هتكلم بقى عن المعاهد اللي بتقبل من مجموع 50%. اول حاجة عندنا طبعا في كليات تربية بتقبل من مجموع 50%، بس مش كليات تربية الطفولة والتربية النوعية والتربية شعبة اعداد معلم ابتدائي واعدادي وثانوي. دول بيقبلوا من 60%، والتنسيق بتاعهم ممكن ينزل شوية لان فيهم اماكن فاضية. عندنا بقى اللي بيقبل من 50% كلية تربية نوعية موسيقية، وكلية تربية فنية، وكلية تربية رياضية. يعني مثلا واحد لو دخل كلية تربية رياضية وممكن يقول لك انا هخش تربية رياضية هبقى مدرس العاب، انا مش عايز ابقى مدرس العاب. ما انت ممكن تبقى مدرس العاب وتفتح جيم، او تفتح قاعة رياضة، او تفتح مثلا حساب على اليوتيوب زي الناس اللي بنشوفهم دلوقتي، وتبقى حاجة مشهورة جدا بالالعاب الرياضية. ممكن تدرب ناس، يعني ممكن يكون برضو ليك مصدر رزق فيها، مع ان انت حاجة صغيرة من اول بتشوفها صغيرة، ممكن بعد كده ربنا يفتح لك بيبان الرزق فيها. فالتربية الرياضية بتقبل، بيكون لازم تعمل اختبارات قدرات الاول. بعد كده عندنا المعهد العالي للسياحة والفنادق، اللي 4 سنين مش سنتين. 4 سنين، السنتين الأولى بتاخد شهادة معهد، السنتين اللي بعد كده بتاخد شهادة ليسانس أو بكالوريوس. ومعهد المنصورة تجارة وحاسبات. وعندنا كمان معهد العلوم الإدارية، قسم علوم مصرفية وقسم تسويق وقسم محاسبة. يعني لو دخلت المعهد ديت دخلت كلية محاسبة. معهد عالي للغات والترجمة بيقبل من 205، يعني بيقبل من مجموع 50%. معهد عالي للعلوم التجارية والحاسبات. معهد التكنولوجيا العالي للمنطقة العاشر في منطقة العاشر من رمضان. ده معهد كويس جدا، اكنك دخلت كلية تكنولوجيا بالظبط، وبيقبل من مجموع 50%. معهد طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة، بيقبل من مجموع 205. المعاهد العالية للتجارة وللتسويق وللحاسبات
وبعض الأكاديميات. يعني أنت لو دخلت معهد العالي للتجارة أكنك دخلت كلية تجارة، هيبقى قدامك برضو الباب مفتوح والمجال وفرص العمل شغالة. المعهد الكندي بيقبل من مجموع 209. المعهد العالي طبعا للعلوم الإدارية. وعندنا معاهد تانية، عندنا معهد قلنا تربية الرياضة اللي قلنا لازم نعمله اختبارات الأول، ومعهد سينا العالي للدراسات النوعية، ومعهد عالي علوم إدارية بالعباسية، والمعهد العالي للإدارة والتجارة، ومعاهد التجارة الخارجية، ومعاهد التكنولوجيا العالي في منطقة العاشر من رمضان، ومعهد الحاسب الآلي بيقبل من 205، ومعاهد سياحة وفنادق برضو بتقبل من 205، والمعهد العالي للإدارة شعبة إدارة ومحاسبة، والمعاهد التجارية الإلكترونية بتقبل من 207، ومعهد العباسية للحاسبات الآلية بيقبل من 208، والمعهد العالي للعلوم والتجارة، ومعهد الجزيرة العالي للاتصالات بيقبل من 209، وده معهد كويس برضو. المعهد العالي في القاهرة ده قريب للناس الساكنة في القاهرة بيقبل من 209. والمعهد العالي أو المعاهد العالية ديت بتعوضك عن كلية التجارة، وبتعوضك كمان عن سياحة وفنادق. فلو انت مجموعك 50% ما تزعلش، وما تعرفش ربنا كاتب لك ايه بعد كده. ممكن تخش معهد وبعد كده ممكن تكمل لو عايز تعمل حاجات تانية، تعمل معادلة، عايز تدخل كلية، عايز تكمل في الشغل في حاجة تانية خالص، فاللي ربنا كاتب لك فيها هتشوفه. وعندنا لو انت مجموعك اعلى من 50% شويه، عندك كليه تربيه علم رياضه، دي التنسيق بتاعها هينزل السنه دي عن السنه اللي فاتت، مفتوح في اماكن كتيره جدا، في بورسعيد ودمياط وعين شمس وبنها وطنطا، وعندنا برضو في جنوب الوادي وفي المنوفيه. وعندنا تربية الزقازيق علم رياضة كانت بتقبل السنة اللي فاتت من 276، التنسيق بتاع السنة دي هينزل شوية. وعندنا تربية حلوان علم رياضة بتقبل من 268، السنة اللي فاتت كانت بتقبل من مجموع 276، ومتوقع التنسيق بتاعها هينزل شوية. التنسيق بينزل ليه؟ على حسب الأماكن الفاضية في الكليات. ففي كليات أساسا في التنسيق المرحلة الثالثة مفتحتش خالص، زي كلية الحقوق ما فتحتش خالص لانها اكتملت بالعدد بتاعها، وكليه اداب برضو ما فتحتش خالص في المرحله الثالثه، اكتفت بالمرحله الاولى والثانيه. بعد كده بقيه الكليات اللي فتحت معانا كليه التربيه النوعيه، تربيه طفوله، وكليه التربيه النوعيه نفسها، وكليه التربيه مرحله ابتدائيه ومرحله اعداديه ومرحله ثانوي. والمعاهد التكنولوجية كانت في معاهد تكنولوجية السنة اللي فاتت كانت بتقبل من مجموع 80%، السنة دي التنسيق بتاعها قل شوية. وفي كليات السنة دي نازلة في المرحلة الثالثة، قلنا تربية نوعية دمياط بتقبل من 239، والسنة اللي فاتت كانت واقفة على 258. نازلة السنة دي في المرحلة الثالثة كلية تربية تعليم ابتدائي السويس واقفة على 265، كلية تعليم ابتدائي سوهاج على 256، موجودة في جنوب الوادي والوادي الجديد والعريش ومطروح وأسوان بتقبل من 60%. كلية الطفولة المبكرة وتربية شعب الطفولة واقف على مجموع 205 بتقبل من 250 درجة. فدي الكليات اللي معانا النهاردة. ان شاء الله لو ليك نصيب في حاجة هتدخل، واستعين بالله وتوكل على الله. ولو في اي تعليق اكتب لي في التعليقات، انا برد على جميع التعليقات بقدر المعرفة اللي عندي. يعني لو في حاجة انا مش عارفاها بعمل لك لايك للتعليق، ومش بقدر ارد لان انا في مش عارفاها، لكن لو معظم التعليقات اللي انا عارفاها بجاوب على قدر معرفتي. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.